اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. في الفيديو ده هقول لكم ازاي تعملوا صوص شوكليت او صوص شوكولاته يكون طعمه حلو جدا ومش هيكلفكم تكلفه بسيطه يعني. اول حاجه انتوا محتاجين نسكويك. لو عندكم نسكويك سايب هتجيبوا معايا فنجان فاضي عشان تقيسوا بيه. لو عندكم الباكيتات دي، الباكيت ده بيعمل 11 جرام، 4 باكيتات بالظبط هتحتاجوهم، حوالي 44 جرام. الباكيت ده في حدود 75 قرش، فكلام فاضي. سكر بودرة هتحتاجوا فنجان سكر بودرة. مية سخنة هتحتاجوا فنجان مية سخنة. وهنحتاج طبعا لبن باودر. جميل. وهنحتاج وعاء او حاجة صغيرة ان احنا نحط فيها الخليط ونعمل فيه. اول حاجة هنحطها، نبتدي ان احنا نحط النسكويك. انا فضيت اول باكت بالفعل، هفضي تاني باكت. ده الفنجان ده مش كامل. اول فنجان بسكويت. نكمل. هما بيبقى بالظبط فنجان ونص نسكويك، عشان لو عندك نسكويك سايب او جايب علبة نسكويك في البيت فتقدر تعمله بالنسكويك السايب عادي، مفيش مشكلة. او المحلى او النسكويك اللي احنا عارفينه موجود في معظم الدول. بعد كده هنحتاج عندنا فنجان سكر بودرة، ولو مش عارفين تعملوا ازاي سكر البودرة تقدروا ان انتوا تدخلوا على اللينك ده عشان تشوفوا طريقة عمل السكر البودرة. لبن البودر نيدو. هنحتاج ان احنا نعمل فنجانين منه. تاني فنجان. طبعا بعد ما حطينا الخليط كله مش فاضل عندنا غير حاجة واحدة بس، هنحط المية السخنة نحطها بشويش. جميل. احنا حطينا دلوقتي فنجان واحد مية سخنة. نبتدي نقلب الخليط ده زي ما انتوا شايفين معانا عامل ازاي. ده شكل الخليط. اقعدوا قلبوا لغاية ما تلاقوا القوام بتاعه بدأ ان هو يكون متماسك، بس هتحتاجوا ان انتوا تقلبوا فترة شوية، حوالي دقيقتين تقريبا، من دقيقة لدقيقتين. قلبوا جامد عشان كل المكونات اللي جوه تدوب مع بعضها. هتلاقوا قوام الشوكولاته بقى عامل ازاي. طبعا انا مش قادر اوصف لكم هو طعمها حلو قد ايه، بس انتوا هتعرفوا بعد ما تعملوها في البيت ان شاء الله. الكميه اللي انا عملتها دي كميه بسيطه جدا، تكفي ان هي تزين مثلا كيكه. محتاجه كميه بسيطه زي دي، او عايز مثلا في اقلام بتتباع، اقلام بتحط فيها صوص الشوكولاته، هتشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. ممكن تحط فيها الشوكولاته دي وترسم بيها على اي حاجه حلوه انت عملتها.
طبعا بعد ما احنا قلبنا هتلاقوا الشوكولاته متماسكه بالشكل ده. انا دلوقتي جبت طبق عشان احط فيه الشوكولاته وتشوفوا القوام بتاعها بقى عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين ده صوص الشوكولاته اللي انتوا هتدوقوه ان شاء الله لما تعملوا نفس الخطوات اللي انا عملتها في الفيديو. انا عارف ان في ناس كتير هتقول منكم لا الشوكولاته ما بتتعملش كده، في ناس منكم هتقول لا دي الشوكولاته بتحتاج زبده وبتحتاج شوكولاته خام. هو في كذا طريقه لعمل الشوكولاته او صوص الشوكولاته، بس الطريقه دي سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها في اي مكان وفي اي وقت. اتمنى الطريقه دي تكون عجبتكم، واستنوني في فيديو تاني، وما تنسوش تتابعوا الصفحه بتاعتي تعملوا لها سبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد وحاجه جديده تتعلموها.